السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فعاليات اليوم الثاني من ورشة عمل الأمن القومي المصري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مع حضراتكم تامر أحمد عامر، محاضر قانوني، عضو ائتلاف القيادات الوطنية وأمين لجنة التخطيط، عضو المبادرة، عضو جمعية الاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، عضو جمعية القانون الدولي العام، عضو الاتحاد المصري الدولي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، عضو بعض مجموعة من الجمعيات الأهلية. حاصل على العديد من الدورات التدريبية والدرجات العلمية في مجال القانون العام والعلوم القضائية والتنمية البشرية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات. تشرفت بحضراتكم. نبتدي موضوع فعاليات اليوم الثاني بشكل سريع ومباشر. أول أمر، إحنا اتكلمنا في تعريف الأمن بأنه النجاة من الخوف أو الهلاك. الخوف دايما بيبقى له أمراض نفسية زي ما احنا اتكلمنا، والهلاك بيبقى له أسباب مادية زي المثل اللي احنا اتكلمنا فيه، قوم سيدنا موسى عندما لحقهم فرعون، فقالوا لسيدنا موسى، أهل سيدنا موسى يقولون: إن فرعون وراءنا وإن البحر لأمامنا وإننا لهالكون. طبعا قال له احنا كده كده هالكين. طبعا ده هلاك لازم يكون له أسباب مادية معروفة، أو على الأقل بالعقل والمنطق تكون إنها مقادمين على الهلاك لا محالة. طيب، احنا بنتكلم كمان في حاجة، فكرة القومية هي فكرة الارتباط بين مجموعات على عدة أسس. احنا اتكلمنا فيها، اللي هي الدين، العرق، الجنس، الوحدة، الحضارة، التاريخ. اتكلمنا فيها هذا الأمر امبارح. طب احنا دلوقتي عاوزين نتكلم في تعريف الأمن القومي من الناحية القانونية. طبعا علماء القانون لم يضعوا تعريف ثابت أو مستقر لفكرة الأمن القومي، ولكن ممكن نستخلصه من قانون العقوبات المصري. هي الحالة التي تشعر بها الدولة كمؤسسات وكأفراد، حالة الاستقرار والتنمية، حالة من حالات الاستقرار والتنمية التي يعيشها. وهذا لا يترتب إلا بعد استقرار المركز السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والدبلوماسي والسياسي على أرض البلاد. يعني أنا دلوقتي عشان أتكلم في أمن قومي من منظور القانون العقوبات والقانون للإجراءات الجنائية في مصر، هو ربطه بحاجة بسيطة: أن جرائم الأمن القومي هو كل عمل من شأنه الإخلال بالمساس بالمركز القانوني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والدبلوماسي لجمهورية مصر العربية. وده تعريفه في القانون، قانون العقوبات المصري. يبقى كده وصلنا للتعريف اللي احنا عاوزين نعرفه، أن كل شيء من شأنه الإضراب بالأمن القومي المصري، هو كل شيء من شأنه الإضراب بالمركز مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعسكري والدبلوماسي. طيب، هل الأضرار دي على قدر واحد أو على نوعية واحدة؟ لا طبعا، في أضرار نفسية وفي أضرار مادية. الأضرار المادية اللي احنا بنتكلم فيها من الناحية القانونية متعددة جدا، من ضمنها تخريب الممتلكات العامة، نشر الذعر والفزع بين المواطنين،